يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الطبق القمر ده طبق بانيه صيامي بطريقه جميله جدا وسهله قوي وهيعجبكم قوي قوي. بصوا كل الكميه اللي معايا دي باتنين حبه بطاطس بس كده، هتلاقيها موجوده عندك في البيت. طلعيها كده واعملي الخلطه الجميله دي، بجد هتعجبكم جدا جدا. مع طبق ايه؟ المكرونه الاسباجيتي دي كده، وطبق الكاتشب الجميل ده. بجد الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. ده بانيه صيامي من غير اي افتكاسات، ومكونات موجوده في كل بيت. يلا بينا نشوف الطريقه. معايا حاجه كده، اول حاجه معايا البطاطس بتاعتي، زي ما تحبوا الكميه اللي انتوا تحبوها تعمل معايا ايه، هتعمل معايا كميه. هنقشر البطاطس بتاعتي. تاني حاجه كده قشرت البطاطس معايا، انا هقطعها كده حلقات دواير كده عشان تاخد شكل البانيه، يعني بالشكل ده كده هتاخد ايه شكل معايا البانيه كده. هقطعها كل الكميه اللي معايا. قطعت معايا كميه البطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده حلقات. ماشي، هغسلها كويس جدا وهسلقها في حبه ملح كده، احط لها نص معلقه ملح صغيره، وهسلقها في ميه تكون بتغلي بعد ما اغسلها. بس اهم حاجه صح ما تسويهاش قوي لدرجه انها ممكن تتهري عشان ما تتكسرش مني. انا هسلقها بس مش هخليها تتهري مني. ولحد ما البطاطس بتاعتي بقى تكون اتسلقت كده سلقه كويسه، بس ما ايه، نخلي بالنا ان هي ما تتهريش منا. هنعمل لها بقى الخلطه الجباره دي، عباره عن كركم. طبعا انا عملت معلقه صغيره عشان انا هعمل كميه بطاطس قليله، هتزودوا الكميه على حسب ما انتوا هتعملوا قد ايه. ممكن تحطوا ايه معلقه كبيره من كل حاجه. انا معلقه كده كركم صغيره، بصل بودر، توم بودر، معلقه شطه حسب الرغبه، مكعب مرقه خضار، كمون، بابريكا، فلفل اسود، والملح على حسب الرغبه ايه هظبطه معايا. هنزل كده معايا بوله فاضيه بكل الكلام الحلو ده. هي كده ايه البهارات بتاعتي كده بالشكل ده. هنزل كده ايه عليهم ايه بهارات بطاطس كده زي ما تحبوا، بمعلقه كده ايه، معلقه كده صغيره من البهارات البطاطس. ماشي، ومعايا كده كوبايه من الدقيق كملتها بنشا، يعني مقدار نص كوبايه من الدقيق كملتها ايه عليها بنشا، 3 معالق مثلا نشا كده على نص كوبايه ايه الدقيق. هنزل عليها كده ايه على الكلام ده. ماشي، اقلبها كويس كده جدا. بقت معايا الخلطه بالشكل الرهيب ده كده، شايفين؟ مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. هنزل عليها كده حبه حبه كده من الميه، مش هزود ميه غير لما ايه اتاكد من القوام بتاعي عامل ازاي. بعد كده ايه هكمل بميه تاني لحد ما ياخد القوام اللي انا عايزاه. وبقى معايا بقى ايه القوام كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، زي عجينه الكيكه كده اهو. عايزه اقول لكم طعمه رهيب ولا ريحته خطيره. انا كده جهزت الخلطه معايا وايه، والبطاطس بتاعتي تكون اتسلقت كده وسبتها بردت. الخطوه دي ايه بقى، سلقت البطاطس بتاعتي نص سلقه كده، ما خليتهاش اتهرت، يعني بقت بالشكل ده كده. بصوا هي لسه سخنه معايا، انا غسلتها كده بعد ما طلعت، بس هي لسه في سخونه منها بتطلع. بصوا بقى بعد الخلطه كده الجباره دي، لو عندكم كده بيكنج باودر ممكن ايه تضيفوا معلقه صغيره كده على ايه الخلطه الجميله دي، وتقلبوا ايه الخلطه كده بالشكل ده كده. هاخد كده البطاطس بتاعتي هنزلها كده في الخلطه الجميله دي بالشكل ده كده، تتغلف كده. وايه بصوا الخلطه دي خلطه بانيه، ممكن تجيبوها من عند العطار او كريسبي زي ما بتقولوا عندكم. هحط كده معايا في طبق، وهغلف البطاطس كده بالخلطه الجميله دي، وهروح ايه مطلعاها كده في الكريسبي ده. وايه وهعمل كده معايا اديها ايه تغليفه كده. بصوا بقت معايا بالشكل ده كده. وايه وهرص كده كميه اللي معايا كلها بنفس الطريقه اهو. هنزلها كده في الخلطه، وبعد كده انزلها في الكريسبي ده خلطه البانيه، وهرصها كده في طبق لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا، وادي الزيت كده يسخن، وبعد كده هبتدي اقلي معاكم. بعد بقى ما خلصت كميه كده تغليف للبطاطس بتاعتي بقت بالشكل ده. بطاطس الاتنين الكبار كده عملوا لي كميه زي ما انتوا شايفين كده، كميه اهي.
هتسيب بقى ايه على طاسه كده زيت يسخن، وخليه يسخن كويس، ويفضل كده يكون غزير. عشان قالينا بقى القمر ده بعد ما خد اللون الخطير الذهبي الجميل ده بالشكل ده، طبعا كل الكميه اللي معايا قلتها وخلصتها. شايفين بجد عظمه، وطعمه خطير وكريسبي، صوت القرمشه، ومن جوه طريه. يبقى غدوه كده سريعه وجميله، وكمان كده ما تحلاش كده ايه غير بطبق المكرونه السباكيتي وبالكاتشب بتاعنا. يبقى بقى ايه الطبق الخطير ده بانيه صيامي، هيعجبكم جدا. جربوه على الطريقه دي بجد هتعجبكم جدا جدا. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي لايك، كومنت وشير. شكرا ليكم.